اوعي تغلطي غلطتي، حقيقي انا ما شفتش كده. اللي بيفكر يا جماعة يصيف ويروح في فندق يتفرج على الفيديو ده كويس جدا، عشان ما تغلطيش وتروحي الفندق اللي انا روحته. كل التفاصيل هقولها لك في الفيديو، بس كمليه للاخر. دي الغرفة اللي طلعت من حظنا. احنا وصلنا الظهر، عشان تستلمي الغرفة بتقعدي لحد الساعة 4 العصر. طبعا احنا ما قدرناش نقعد كل ده، فخدنا الغرفة دي هي اللي كانت فاضية، فطلعناها الساعة 2 تمام عشان نكسب وقت، وكنا تعبانين من السفر، فخلاص هي دي اللي كانت موجودة. بتبص على المطعم ده، سقف المطعم تمام لحد هنا. الحمد لله ما كانتش عجبانا الغرفة، بس خدناها وخلاص اضطرينا ليها، ومش مشكلة، ادينا بنتعلم. نزلنا بقى عشان نفطر، انا واختي وولادها وبريهان بنتي. الفطار الساعة 7 الصبح، بيقفل المطعم الساعة 10 بدقيقة، محدش بيدخل المطعم تاني. بوفيه مفتوح. الفطار كويس جدا الصراحة، يعني متنوع، فيه فول ويعني اللي بيحب ياكل فول واللي بيحب ياكل كرواسون، وجميع انواع الجبن واللانشون والبيض، لو عايزة بيض اومليت بيعملك، وكايزر وتوست وعيش بلدي. فيعني الفطار كويس جدا ومتنوع. تقدري ليكي مشروب سخن، نسكافيه، قهوة، شاي بلبن، زي ما تحبي. الفندق صف تاني، مش على البحر على طول، لا بنمشي مسافة طويلة زي كده عقبال ما بنخرج على الشط. الشط بتاع الفندق كويس الى حد ما، يعني كويس ورملي مش صخري، وهادي، يعني مش زحمة قوي، واكترية الموجودين فيه اجانب. احنا هنا بقى كنا بندور على مكان نقعد فيه، بندور على مكان نقعد قدام البحر على طول يعني. عايزه اقول لكم الجو هناك تحفه جدا بجد، حلو قوي قوي، بس هما يعني الفندق اللي الصراحه يعني عكنن علينا، لكن الجو هناك حلو والبحر حلو والشط حلو. هو مشكله بس في الفندق. وكنا مرعوبين طبعا من سمكه القرش. انا قعدت فتره احاول ان انا انزل البحر من كتر ما انا كنت خايفه. يعني انا اصلا قلت ان مش هروح الغردقه دي خالص بسبب سمكه القرش، وسبحان الله رحتها كده، جت صدفه يعني. ورحت وبرضو خايفة انزل البحر، ولما نزلت البحر خايفة برضو اعوم من سمكة القرش. يعني انا كنت خايفة خالص يعني، بجد كنت مرعوبة. يعني الحمد لله يعني ان احنا عدت على خير وجينا بالسلامة. بس خلاص كده احنا هنرجع تاني الفندق. انا صورت لكم اهو من اول الباب عشان تشوفوا الفندق كويس. انا حاولت اصور على قد ما اقدر عشان اللي حابب يروح الفندق دوت يكون شافه قبل ما يروح. ده البسين الاولاني، البسين ده غويط قوي، يعني لازم حد طويل ينزله، ما ينفعش اطفال. ده مش شغال. رايحين، ما هو رايحينه. ايه دول؟ بصوا بقى هنا في جاردن للاطفال، زحاليق ومراجيح كده، مش قد كده بس ايه يعني موجود برضو، وبرضو موجود منها على البلاج. ميرسي. هنا بيري بتديني وردة قطفاها من الزرع وبتدهيني. الفندق كويس قوي من جوه، يعني الجاردن والبسين والبلاج حلو قوي. مشكلة الفندق الغرف والاكل، نوعا ما الاكل مش قد كده. النظافة معدومة في الغرف، يعني مفيش نظافة نهائي. احنا اللي طلبنا ان حد يجي ينظف لنا الغرفة بتاعتنا. استني يا بنت. ده هنا بسين تاني، وفي بسين تالت هناك اللي فيه الاكوا. دول حلوين قوي للاطفال وللكبار برضو، يعني حلوين كويسين، وفيها كام زحليقة كده للاطفال. صورت لكم برضو الفندق بالليل، ده البسين بالليل.
احنا هنا كنا رايحين نتعشى. احنا هنا داخلين على المطعم عشان نتعشى. طبعا العشاء اوبن بوفيه زي الفطار، بس مش قد كده، ما عجبنيش خالص العشاء. هو متنوع وكل حاجة وبتحطي الكمية اللي تناسبك، بس الطعم مش قد كده. واللحوم يعني لو عاملين لحمة او فراخ او ايا كان عاملين ايه، في شخص واقف بيحطلك اللحوم، ما بتحطيش انت بنفسك. تقدري تاكلي في المطعم من جوه او على البسين بره. احنا ملقناش مكان بره فكلنا في المطعم جوه. الاكل كان رز بالخلطه ولحمه بالبصل وفراخ وخضار سوتيه بس. وبتاخدي بقى معاهم سلطات زي ما انت عايزه، وكايزر او عيش بلدي براحتك برضو بس. والحلو بقى كانوا عاملين جاتوه، قطع جاتوه صغيره كده وفاكهه. بعد العشاء بقى كنا بننزل نتمشى في الفندق ونقعد على البسين، وفي كافيه هناك اسعاره كويسه قوي. اسعاره كويسه بس هو ما عندوش حاجه، تقريبا كل حاجه تطلبيها مش موجوده. ما عندوش غير حاجه ساقعه. تطلبي اي عصير يجيبلك زبادو، مش عارفه ازاي يعني. برضو في حفلات بالليل، بس الحفلات برسوم دخول، يعني النفر ب120 جنيه. وحفلة طبعا مش قد كده برضو، يعني حفلة ملهاش لازمة، ما دخلناهاش اصلا ولا مرة. زي ما انتوا شايفين كده معظم الفندق بالليل ضلمه، مش عارفة ازاي اصلا، يعني كله بينزل بالليل. معظم الاماكن ضلمة، بالذات جاردن الاطفال ده ضلمة خالص. هنا بقى كنا لسه راجعين من البحر وبرضه عايزين ينزلوا البسين. كلهم طلعوا وانا قعدت بالبنات في البسين، مش عايزين يطلعوا ولا قبل ما نروح البحر، عايزين يروحوا البحر على طول من غير ما ينزلوا البسين، ولا ما بنرجع برضه عايزين يطلعوا، لا عايزين ينزلوا البسين. زهقوني. تعالي كده يا بنت. ده كان الحلو. تاني يوم كان تفاح وكانتالوب و... وكنافة وجلاش وجاتوه برضو، يعني هما على طول يعني بيكرروهم الحاجات دي. احنا هنا خرجنا برا الفندق خالص، رحنا مكان اسمه ممشى السياحي، خلاص طب يا بنت. في كافيهات وفي مطاعم وفي ركوب عجل وفي ركوب جمل. يعني لقينا واحد واقف بجمل كده، اختي ركبته. النفرين ب100 والنفر ب50. مش عارفه يعني ايه النفرين ب100، واول ما قالنا النفرين ب100. وهو لفه بس، يعني هو بيروح لاخر الممشى وبيرجع تاني. بس انا ما ركبتش، انا بخاف طبعا ما ركبتش، هي بس اللي ركبت. وفي هو ايه ركوب بيقولك عجل وركوب عربيات طبعا للاطفال الصغيره. العربيات ب50 الربع ساعه، والعجل ب30 الربع ساعه. الاسعار كويسه يعني لحد ما كويسه، مش اوفر يعني، مش غاليه قوي. بس صورتكم بقى وهي راكبه هي راكبه الجمل. انا طبعا بخاف جدا، بخاف اذا كان انا كنت خايفه وانا بصلها بس كده كنت خايفه. احنا بقى
قعدنا في كافيه هناك الممشى السياحي ده، بس طبعا اسعار الكافيه ده كانت غاليه. واحنا قاعدين بقى الناس اللي هم مش عارفة. الفرن البلدي والكلام ده جم واحنا قاعدين. بصراحه كانت خروجه حلوه قوي، يعني اللي يروح هناك يروح الممشى السياحي. اسم الفندق فندق الذهبية في الغردقة. منصحش اي حد ان يروحه بجد، مفيش نظافة نهائي. ولو وصلت لحد هنا ما تنسيش لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي.